صرصورة حبيبتي، أخيرا الخوف بتاعك ظهر لك. وهي دي كده حاجة حلوة؟ أيوة طبعا، لو هزمتي خوفك هتكسبي فلوس. تحبي تجربي؟ لا مش عايزة. سيبيها لي، انا عارف هقنعها ازاي. صرصورة، ايه رأيك تلعبي لعبة؟ ماشي. شفتي؟ اقتنعت. كل الموضوع انك هتهزمي خوفك. ايه هو خوفي؟ خوفك هو تقعدي لوحدك في البيت. هتقعدي لوحدك في البيت، سهلة قوي. ماشي. هنخرج دلوقتي أنا وبابا ونهزم خوفنا احنا كمان عشان نكسب فلوس كتير قوي ونجيب لصرصورة كل اللي نفسها فيه. ماشي، ما تتأخروش. القعدة في البيت طلعت حلوة قوي. مبروك، هزمتي خوفك وكسبتي 10,000 جنيه. صرصورة، ماما وبابا جم. ماما بابا انا كسبت. ايه ده؟ هي ماما فين؟ ماما وهي بتهزم خوفها من المرتفعات ماتت يا إسراء. اهزمي خوفك. خوفك الجديد هو خوفك هو الخوف من الكلاب. الجايزة 20,000 جنيه. ما لقوش غير الكلاب، انا بترعب منها، بس للاسف مضطر اهزم خوفي. انا محتاجه الفلوس قوي. بابا، هو الخوف الجديد بتاعك ظهر لك؟ هو بتاع كل سنه؟ ايوه، خوفي هو ان انا اخرج من البيت. طب ما تحاول يا بابا تهزم خوفك السنه دي، احنا محتاجين الفلوس قوي بما انك ما بتشتغلش. يا بابا انت ما شفتش الشارع من ساعه ما ماما ماتت؟ لا، انا عمري ما هخرج من البيت. هو انت نسيتي مامتك حصل لها ايه لما حاولت تهزم خوفها؟ ماتت. لا، انا عمري ما هخرج من البيت، انا عمري ما هخرج من البيت. إسراء، انت هتهزمي خوفك؟ مضطره للاسف، ما انت عارفه بابا ما بيشتغلش. حاول ادور لي على اي كلب العب معاه وخلاص. هي الكلاب هي الخوف بتاعك؟ ما انت عارفه بترعب منهم من وانا صغيره. شفتي فتحي هزم خوفه اول لما ظهر له. هو كان خايف من ايه؟ من الاماكن الضيقه. تخيلي خلى الاسانسير يعطل بيه 3 ساعات عشان يهزم خوفه. هو فتحي ده ما بيخافش من حاجه خالص. الله، دول طلعوا طيبين قوي. مبروك، هزمتي خوفك وكسبتي 20,000 جنيه. الحمد لله. خوفك الجديد هو يا رب الخوف بتاعي يطلع سهل، انا محتاجه الفلوس قوي. خوفك الجديد هو الموت. الموت؟ انا مش هعرف اهزمه خالص. الجايزه بقت 1,000,000 جنيه. مليون جنيه؟ كل سنه الجايزه بتبقى 10,000 20,000، عمرها ما بقت 50,000 حتى. السنه دي مليون؟ هو انا ليه الخوف بتاعي صعب كده؟ ياسمين، هو انت جايزه اهزم خوفك الجديده بتاعتك كام؟ 1,000,000 جنيه. حتى انت؟ كلنا جايزتنا 1,000,000 جنيه. حتى فتحي هزم خوفه وبقى مليونير. فتحي ده بحسه كان فضائي. هو كان خايف من ايه المره دي؟ العناكب ده حتى مسك 3 عناكب وكلهم كلهم في بق واحد. قلتلك كان فضائي. وانتي بقى هتهزمي خوفك؟ للاسف مش هعرف المره دي. مش عارفه انا وبابا هنصرف منين. انت هتهزمي خوفك؟ طبعا يا بنتي، دول 1,000,000 جنيه. يا بابا ارجوك حاول تخرج بره البيت المره دي وتهزم خوفك، احنا محتاجين الفلوس قوي. مش هخرج من البيت، قلتلك روحي انت اهزمي خوفك. يا بابا مش هعرف اهزم خوفي المره دي يا بابا بقى. كل مره مش هعرف، كل مره مش هعرف. امال مين اللي يعرف؟ اسراء، مش هتصدقي اللي حصل، لازم تيجي تشوفي بنفسك. اسراء، مش هتصدقي اللي حصل، لازم تيجي تشوفي بنفسك. فتحي اللي هزم خوفه وكسب 1,000,000 جنيه مات بعد ما هزم خوفه ب 24 ساعه بالظبط. مات بعد ما هزم خوفه ازاي؟ مش هو بس اللي مات، كل الناس اللي هزمت خوفها ماتت بعدها ب 24 ساعه. الحمد لله انا ما هزمتش خوفي. انا هزمته. عملتي ايه؟ هزمت خوفي امتى؟ من 5 ساعات، قبل ما اعرف ان الناس بتموت بعد ما تهزم خوفها ب 24 ساعه. لو كنت اعرف ما كنتش هزمته. انا خلاص فاضلي 19 ساعه بالظبط واموت. هتوحشيني. اكيد هي مشكله صغيره وهتتحل ان شاء الله. لا مش هتتحل. انا بابا شغال في لعبه اهزم خوفك وقال انه في حاجه غلط غريبه اول مره تحصل وهم مش عارفين يصلحوها خالص. انت اعز صاحبه عندي يا ياسمين وانا مش عايزه اخسرك. يا لهوي، انا فضلت ازن على بابا الصبح عشان يهزم خوفه. ممكن يكون سمع كلامي، انا لازم اروح الحقه بسرعه. بابا انت ما بتردش ليه؟ انا هفتح الباب. بابا انت ما بتردش ليه؟ انا هفتح الباب. ايه ده؟ ايه الاجهزه دي كلها؟ الشغل يا اسراء، حاجات تبع الشغل. شغل ايه يا بابا؟ انت ما بتشتغلش. وريني انت بتعمل ايه. لا مش هتشوفي. لا هتوريني بقولك. ايه ده؟ انت اللي بوظت لعبه اهزم خوفك؟ انا مش مصدقه. ايه اللي خلاك تعمل كده؟ عشان اللعبة دي زبالة وفي ناس كتير قوي بتتأذي منها لما بتهزم خوفها. لا يا بابا، مش عشان انت مش عارف تهزم خوفك بقالك 10 سنين تبقى اللعبه وحشه. في ناس كتير قوي استفادت منها. لا 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 لا، كل الناس بتتأذي، انا عارف. محدش لازم يهزم خوفه ابدا. هو ده السبب اللي خلاك تعمل الخوف بتاعي هو الموت؟ عشان ما اعرفش اهزمه؟ ايوه، عشان انا مش عارفه اخسرك زي ما خسرت مامتك. بابا ارجوك رجع كل حاجه زي ما كانت. ياسمين صاحبتي هزمت خوفها وممكن تموت في اي لحظه. ماليش دعوه، هي غبيه وهزمت خوفها، يبقى تموت بقى. حلو قوي. انا كمان هروح اهزم خوفي. انا ههزم خوفي واموت بعد 24 ساعه. لا لا لا، استني خلاص، انا هقفل كل حاجه وارجعها زي ما كانت. انا بحبك ومش هقدر اخسرك. اسفه يا بابا ان انا انفعلت. لا يا حبيبتي، انا اللي اسف.
انا ما كانش ينفع اعاقب الناس اللي بتهزم خوفها عشان انا مش عارف اهزم خوفي. طب ايه رايك بالمناسبه دي تهزم خوفك؟ ممكن انا وانت نخرج بره البيت مع بعض. لا مش هعرف، مش هقدر. اهدى يا بابا اهدى، مش لازم نبعد خالص، ممكن بس ننزل نجيب حاجه من السوبر ماركت. انت هتكوني معايا على طول؟ ايوه طبعا، مش هسيبك خالص. طب يلا بينا. يلا. ايه رايك يا بابا؟ الجو حلو؟ ايوه قوي، انا مش مصدق ان بقالي 10 سنين ما خرجتش من البيت. ده انا هخرجك بقى كل يوم، ده انا هصفرك كل يوم، مش هخرجك بس. ياسمين الحمد لله انك كويسه. انا مش فاهمه انا ما متش ازاي بجد. الموضوع ده شكله سر كبير قوي واحنا لازم نكتشفه. ايوه فعلا احنا لازم نكتشفه. عايزاني اتكلم عراقي واطبخ كمان اكل عراقيه؟ انا مستحيل اعرف اتكلم عراقي، مستحيل. هلو حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ شكوماكو؟ شنو قاعدين تسوون؟ اليوم رح نسوي قدر دولمه تاكلون صابعكم وراه. هنحط التمن، نحط اللحم فوق التمن، بصل مفروم ناعم هوايه، وطماطه مفرومه ناعم هوايه، صلصه طماطم، شبت وبقدونس، وهسه رح احط دبس رمان، زيت زيتون، بهارات، ما بقى غير لب الباذنجان. يا رب اكون بتكلم صح. باوعولي هالمنظر، ريحة دولمة عراقية صدق تبشي، شجر وباذنجان، طماطة وبوتيتا، فلفل بارد وبصل. جبت السلق وهي أول مرة بحياتي رح آكل السلق المحشي، وأكلة دولمة تخبل، دهينة وحامضة وتقتل. واو كلش طيبة كلش. لكل حبايبي من العراق قيموني واكتبوا لي اخد كم من 10 في الطبخ العراقي وكمان في اللهجة العراقية. وهسه بكمل الشجر. سلام. اسراء، خصلة شعرك الجديدة ظهرت لك ولا لسه؟ لا لسه، انا مش عارفة هي اتأخرت ليه كده بجد. ما تقلقيش، انا كمان لسه ما ظهرتليش لحد دلوقتي. تفتكري هيحصل ايه لو طلعنا خارقين؟ ايه الهبل ده يا اسراء؟ مستحيل نطلع خارقين، نادر جدا انه حد يجيله خصلة حمراء. يا لهوي، في يا نور خضتني. اسراء هي الخصلة بتاعتي لونها ايه؟ لونها اصفر. الحمد لله. هو انت خايف تطلع خارق؟ ايوه طبعا، احنا عمرنا ما شفنا حد طلع له خصلة حمراء، اكيد الخارقين دول بيحصل لهم حاجات وحشة. سلمى انت بتعيطي ليه؟ عمر طلع خارق وانا عادية. طب فيها ايه؟ ما انتوا كده كده بتحبوا بعض. فيها انه سابني، قال لي انه مش ممكن يخطب واحدة عادية. الخاين. اوعديني يا اسراء دلوقتي ان انت تطلعي عادية ونفضل صحاب. اوعدك. ماما انا لسه الخصله بتاعتي ما ظهرتش لحد دلوقتي. معلش يا حبيبتي، نامي دلوقتي وان شاء الله لما تصحي تكون ظهرت. حاضر. يا لهوي انا اتاخرت على المدرسه. مستر اكرم انا اسفه ان انا اتاخرت. ولا يهمك يا صرصورة، اقعدي وافتحي الكتاب على صفحة 800,000. 800,000؟ هي الناس كلها عماله تبص لي كده ليه؟ هو انا شكلي حلو قوي النهارده، بس مش للدرجات دي يا جماعه. يا هبلة، الناس بتبصلك علشان شعرك. شعري؟ هو انا طلعت خارقه؟ معرفش، انت شعرك فيه الوان الدنيا كلها. انت ما طلعتيش خارقة، طلعتي هبلة. هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا شكلي بهلوس، او يمكن اكون لسه نايمه وبحلم. اسراء اصحي اصحي يا اسراء اصحي. اسراء انت بقيتي كويسة؟ لا طبعا مش كويسه. ايه الالوان دي كلها؟ هو انا عاديه ولا خارقه ولا ايه بالظبط؟ انا بحثت كتير قوي عن الحالة بتاعتك دي. ولقيتي ايه؟ ما لقيتش اي حاجة. مفيش حد حصل له اللي حصل لك ده يا اسراء قبل كده. يا لهوي ماما الحقيني. في ايه يا لهوي؟ اللي كنت خايفة منه حصل. ايه؟ هو انت عارفه ايه ده يا ماما؟ ايوه، عشان الموضوع ده حصل لأقرب شخص ليكي قبل كده، باباكي. بابا؟ انا مش فاهمه حاجه. حبيبتي انت عبارة عن خليط. خليط؟ ايوه، دي حالة نادرة جدا. انت فيكي الشخصيتين، العادية والخارقة، بس ما فيش ولا واحدة فيهم قدرت تكسب التانية، فبقيتي عبارة عن خليط من كل الشخصيات. ازاي يعني يا ماما؟ بابا كان طول عمره عادي، ما كانش ولا خارق ولا خليط. باباكي في الأول كان خليط يا إسراء، بس ما ينفعش الإنسان يفضل خليط للأبد، فكان لازم في الآخر يختار يا إما يبقى عادي يا إما يبقى خارق. وبابا اختار ان هو يبقى عادي. أيوة يا إسراء. طب وانا ازاي اختار الشخصيه اللي انا عايزه ابقاها؟ انت عارفة انت عايزة تبقي أنهي شخصية؟ لا لسه. يبقى الاختيار هيجيلك في الوقت المناسب. ماشي، تصبحي على خير يا ماما. انا هبقى خارقه، انا هبقى خارقه، انا هبقى خارقه. انا نجحت، بقيت خارقه. يا ترى ايه هي قدرتي الخارقه؟ بجري بسرعه، عينين الليزر، بطلع نار من ايدي. مفيش حاجه، بس انا مش عارفه ازاي هقول لماما واصحابي ان انا بقيت خارقه. انا هخبي عليهم لحد ما اعرف انا هعمل ايه. إسراء حبيبتي، عرفتي الشخصية اللي هتختاريها؟ ايوه، انا عايزه ابقى خارقه. لا، الخارقين حياتهم وحشة، مش هينفع تبقي خارقة. يا ماما بس. مفيش بس، هتبقي عادية زي باباكي.
اسراء، عرفتي حاجة عن الحالة بتاعتك؟ ايوه يا سلمى، انا طلعت خليط، يعني انا اللي اختار يا اما بعديه يا اما بخارقه. بجد؟ يعني انت هتبقي عاديه وانا وانت هنفضل صحاب؟ انت مش هتختاري تبقي خارقه صح؟ لا طبعا خارقه، يا ايه القرف ده؟ اسراء حسبي. ايه ده، انت خارقه؟ لا انت خارقه. لا مش خارقه. انت منعتي الكرة تخبط فيكي وفي برق طلع لما رفعتي ايدك. بص انا هفهمك، بس ارجوك ما تقولش لحد. ماشي مش هقول لحد، بس مش دي المشكلة. بصي حواليكي كده، المدرسة كلها شافتك. طب سلام انا بقى. اسراء لقيتك. سلمى انت ليه كدبتي عليا وقلتي لي انك هتبقي عاديه؟ انا كنت خايفه منك بصراحه. طب انت لسه موافقه اننا نفضل صحاب بعد ما بقيتي خارقه؟ انت عبيطه يا سلمى. اكيد طبعا. يخرب بيتك خضتيني. اسراء، ها يا جماعه، احنا سمعنا ان انت تقدري تتحكمي في الحاجات. يعني تقريبا. طب ما تثبتي لنا. اثبت لكم ايه؟ لا طبعا. يلا بقى يا اسراء، احنا نفسنا نشوف قدرات الابطال الخارقين. يلا. احنا نعمل مسابقة بيننا احنا الاتنين ونشوف بقى مين فينا الاقوى. لا طبعا، انا مش هتخانق معاك في المدرسه، ممكن الناس العاديه تتاذي. وانا مش مستني موافقتك. يا لهوي، ايه اللي حصل ده؟ انا خايفه منها قوي. ده انت عندك كذا قدرة خارقة بقى. ما اعرفش. طب عندك ايه تاني؟ قلت لك ما اعرفش. يبقى هنشوف. يا لهوي، انا كنت صدقتك وما اخترتش ابقى خارقه. اهم حاجه دلوقتي خلص عليه، واحنا عايزينك تنضمي لينا يا اسراء. هو ايه الصوت ده؟ حد يلحقني، بنتي بتروح مني. شكله ابتدى من دلوقتي. ماشي، انا هساعدكم. ابدأي من دلوقتي. اول مكان ليكي هو المقبرة. ها يا اسراء، شفتي اي حاجة غريبة؟ لا لسه ما شفتش اي حاجه. عدى 3 ايام ونص اصحابنا اختفوا، لو ما لقيناش الشبح ده كلها كام يوم واحنا كمان هنختفي. احنا ما قدامناش اي حل تاني غير ان احنا نفضل ندور عليه. يلا كل الناس تتحرك على اماكنها، واول ما حد يشوفه يستخدم قدراته ويخلص عليه، بما فيهم انت يا اسراء. بس انا ما اقدرش. انا عارف ان انت مش عايزة تستخدمي قدراتك، بس لو ظهر لك انت لازم تتصرفي. هو ايه الصوت ده؟ مين هنا؟ بقول لك مين هنا؟ لا ارجوك ما تاذينيش. جماعه انا مسكته، تعالوا بسرعه. تمام، كلها 5 دقايق ونبقى عندك. ما انت طلعت بني ادم زينا اهو. اقلع الماسك اللي انت لابسه حالا. اقلع الماسك اللي انت لابسه، وريني انت مين. اقلع الماسك اللي انت لابسه حالا. اقلع الماسك بقول لك، وريني انت مين. بابا. اسراء حبيبتي، انت المفروض تكون ميت من 4 سنين. يا ريتني كنت ميت. تأذيت ناس كتير، ازاي قدرت تعمل كده؟ كل اللي حصل ده ما كانش بايدي. طاقة الشر جوايا كانت بتتحكم فيا، بس طاقتك قللت طاقة الشر اللي جوايا جدا. بجد؟ اسراء اثبتي مكانك، احنا جينا. اسراء ابعدي عنه، احنا هنموته دلوقتي حالا. لا استنوا، ده طلع بابا. باباكي؟ انا ممكن استخدم طاقتي وارجعه انسان طبيعي تاني. انتي اصلا شريرة زيه، احنا مستحيل نثق فيكي. ثقوا فيا مرة واحدة بس. قلتلك لا. انا فين؟ انا مش فاكر حاجة خالص. قلت لكم ان هو ما كانش في وعيه. ايه ده؟ كل الناس اللي اختفت بدأت تظهر تاني. طاقة الشر كلها خرجت من المدينة. اسراء خصلتك بقت صفرة. الظاهر يا اسراء انك عشان تخلصيني من طاقة الشر اللي جوايا كان لازم تخسري كل قدراتك. مش مهم، شكلي كان المفروض ابقى عادية من الاول. المملكة بتاعتك ظهرت لك ولا لسه؟ لا لسه، انا هموت من القلق. هو انت نفسك يجيلك مملكة ايه؟ مملكة الارض زي ماما، وبجد مش عارفة انا هعمل ايه لو جالي مملكة غيرها. ما تقلقيش يا اسراء، ان شاء الله هتطلع لك مملكة الارض زي مامتك بالظبط. انا كان نفسي ماما تبقى عايشة معانا دلوقتي. بس انا متأكد ان هي في مكان احسن. وانت بقى يا يحيى، نفسك تطلع لك مملكة ايه؟ مملكة النار. كنت عارفة. ليه يعني؟ اصلها دايما ولعة معاك. اسراء هو انت لسه واقفة مكانك؟ ايوه مرعوبة قوي، لسه المملكة بتاعتي ما ظهرتش. طب خمني مين جات له المملكة بتاعته؟ جالك ايه؟ مملكة النار. كنت عارفة، مبروك. انت كمان خلاص الوقت بتاعك جه دلوقتي. ربنا يستر، انا هروح اعرف انا مملكة ايه دلوقتي حالا. دكتورة هالة، انا جيت عشان اعرف المملكة بتاعتي. امسكي الشمعة دي يا إسراء، ولما تنور هتظهر لك المملكة بتاعتك. دي ما ولعتش، غريبة قوي. ايه الغريب؟ المفروض انها تولع على طول بمجرد ما تمسكيها. طب وده معناه ايه؟ معناها انك ده معناه ايه؟ معناه انك في مملكة الولا حاجة. لا مستحيل، اكيد في حاجة غلط، يمكن الشمعة دي بايظة. الشمعة دي عمرها ما تغلط ابدا. بس النهاردة اخر يوم في الانضمام للممالك، لو ما جاتليش مملكة كده هروح عالم الولا حاجة. إسراء هي دي القواعد. يا دكتورة هالة، هاتي الشمعة.
ايه ده؟ اسراء انت رايحه فين؟ انا ما جاتليش اي مملكه. هو ينفع حد ما يجيلوش مملكه؟ ايوه انا، وعشان كده مضطره اروح عالم ولا حاجه. ازاي يعني ما جاتلكيش مملكه؟ معرفش يا يحيى، معرفش. طيب ربنا معاكي. هي دي البوابة اللي هتوديكي عالم ولا حاجة، عدي منها. طب انا هرجع امتى؟ هو انت ما تعرفيش؟ ايه؟ اللي بيروح عالم ولا حاجة ما بيرجعش تاني، لازم تجيلك مملكة عشان تعيشي في عالم الممالك. لا ارجوكي يا دكتوره هاله، انا مش عايزه اروح. اهلا بيكي في عالم الولا حاجه. اهلا بيكي في عالم الولا حاجه، احنا هنبقى عيلتك هنا. انا مش عايزه عيله. اسراء ينفع نخش؟ لا ما ينفعش. احنا عارفين انت حاسه بايه دلوقتي، احنا كمان ما جتلناش اي مملكه واضطرينا نيجي هنا عالم الولا حاجه، بس انت هتتبسطي قوي معانا. بس انا لازم انضم المملكه. ليه يعني؟ ده العيشه هنا حلوه جدا. عشان ماما كانت في مملكه الارض وكل الناس كانت بتحبها وانا نفسي اطلع زيها. طب هو مامتك فين دلوقتي؟ ماتت. ربنا يرحمها. بص انا عارف ان انت متضايقه قوي دلوقتي، بس بجد انا حاسس ان انت هتتبسطي هنا جدا. بكره هتروحي المدرسه وتتعرفي على اصحاب جداد. لا انا مش عايزه اروح المدرسه. صباح الخير، انا اسراء الطالبه الجديده وهبقى معاكم في الفصل هنا. ازيك؟ انا جنى، ايه رايك نبقى اصحاب؟ ماشي. اسراء الحقي، بصي مين جاي علينا. اسراء الحقي، بصي مين جاي علينا. مين؟ دي شلة المتنمرين في المدرسة. ايه يا جنى، مش هتعرفين على صاحبتك الجديدة؟ دي اسراء، والنهاردة اول يوم ليها في المدرسة، ينفع ما تضايقوهاش؟ ايوه طبعا، احنا هنضايقك انتي. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ابعدوا عنها. خليكي في حالك، وعشان تقعدي في المدرسة هنا ما تتدخليش في اللي ما يخصكيش. لا، عشان انتوا اللي تقعدوا في المدرسة هنا لازم انتوا اللي ما تتدخلوش في اللي ما يخصكوش وتسيبوا جنى في حالها. انتي هتندمي على اللي قلتيه ده. اسراء، انتي وقفتي قصادهم ازاي؟ ما حدش في المدرسة قدر يعمل زيك قبل كده. طب يلا بقى يا جنى على الفصل عشان ما نتأخرش. جماعة انتوا لازم تساعدوني ارجع عالم الممالك تاني. يا اسراء انت ما جاتلكيش اي مملكه. ما انا لازم انضم لمملكة النار. حتى بصوا يا اسراء مفيش حاجه في ايدك. وانا في المدرسة في نار ظهرت في ايدي، بس انا لسه مش عارفة اتحكم في القدرة بتاعتي. اسراء احنا مش عبط، احنا عارفين ان انت عايزه ترجعي بس مش لدرجه ان انت تضحكي علينا. طيب بصوا بصوا برضه مفيش نار طلعت من ايدك. انا لازم اقنعهم ارجع عالم الممالك تاني. يا ريت ماما كانت جنبي دلوقتي. ايه ده؟ دي ميه. اسراء هو ايه اللي اتكسر ده؟ لا يا عم، وكل حاجه تمام، مفيش حاجه اتكسرت. هو انا ممكن اروح مملكه الميه برضو؟ كل الفصل يفتح صفحه 15. انت شكلك وحش. انت اللي عملتي كده يا سلمى مش كده؟ ايوه انا، بس انا اسمي كارما يا هبله. طب يا كارما يا هبله، خدي دي علشانك. يا عيني. اسراء ايه اللي انت عملتيه ده؟ دي كانت طياره ورق، ثم ان هي اللي رمت عليا حاجه الاول. انت محظوظه ان كارما كانت لابسه نضاره، ولولا كده كان زمانك اتفصلت من المدرسه دلوقتي. هو انت هتعاقبها ازاي يا مستر؟ احنا هنديها انذار بس عشان اسراء اول مره تعمل حاجه زي كده. ليه كده يا مستر؟ ما تفصلني، عشان انا بصراحه مش عايزه اشوف الاشكال دي تاني. اسراء، الحمد لله انك ما اتفصلتيش من المدرسة. خضتيني يا جنى. عادي يعني، ما انا كده كده محدش بيحبني في المدرسة دي. ايه ده؟ هو انت ما تعرفيش؟ ايه؟ الحفله بتاعت المدرسه بتاعتنا يوم الخميس اللي جاي، بتفكري تروحي مع حد معين؟ يعني انا ممكن اروح مع ادم. ادم؟ مستحيل، ده اللي كارما بتحبه وهتموتك لو عرفت. اسراء مش كده؟ ازيك يا ادم؟ انا كنت عايز اسالك لو تحبي تروحي معايا حفله المدرسه. بص يا ادم، هي كارما بتحبك واحنا مش عايزين اي مشاكل. مش مهم كارما، انا عايز اروح معاكي انت. موافقه؟ موافقة. اسراء يحيى، ثانية واحدة، انت ازاي سبت عالم الممالك وجيت هنا ازاي؟ دي قصه طويله بس انا كان لازم اجي. اسراء انا حاسس ان انت لازم ترجعي عالم الممالك. ايوه، وانا كمان حاسة ان انا لازم ارجع وانضم لمملكة النار والمية والحب. ايوه ما انا عارف، بس هو انت عارفه ده معناه ايه؟ ايه؟ معناه انه انت كده في مملكة الكل حاجة. ايه؟
فاكره دكتوره هاله؟ ايوه، اللي بعتتني مملكه الولا حاجه. ايوه هي دي، بنتها بقى هي اللي انضمت لمملكه الكل حاجه. طب انت تفتكر ينفع 2 ينضموا لمملكه الكل حاجه في نفس السنه؟ لا طبعا، ما انت عارفه ما ينفعش الا شخص واحد ينضم لمملكه الكل حاجه، يا انت يا هي. يا اسراء، انا عمري ما شفت ملك بنت الدكتوره هاله بتستخدم اي قدره من قدراتها، فانا حاسس ان مامتها بعتتك انت لعالم الولا حاجه بدلها. احنا لازم نرجع عالم الممالك حالا. يلا بينا، انا هرجعك. يلا. اسراء، انت بتعملي ايه هنا؟ دكتوره هاله، هي فين بقى الشمعه اللي بتحدد انا هدخل مملكه ايه؟ وانت بتسالي عنها ليه؟ عشان الظاهر كده ان انت بدلتي بيني وبين بنتك ملك، وانا اللي المفروض انضم لكل الممالك. هو انت لسه عايشه في عالم الاحلام بتاعك ده؟ ما انا قلت لك قبل كده الشمعه مش ممكن تغلط، انت مالكيش اي مملكه، امسكوها. اسراء، انا لقيتها. اسراء، ما تحاوليش تاني، انا قلت لك 100 مره انت مالكيش مكان هنا. ارجوك اشتغلي، ارجوك اشتغلي. يعني انا فعلا بنتمي لكل الممالك. يوه، باللي انت عملتيه ده يا اسراء انت هتضطريني اخلص منك زي ما بالظبط خلصت من مامتك. ايه؟ دول قالوا لي ان ماما ماتت عادي ومحدش موتها. ده اللي هم قالوهولك، انما في الحقيقه انا اللي خلصت منها. بس ما تخافيش، انت هتبقي معاها كمان شويه. انت عملتي درع عاكس. هي كويسه؟ لسه بتتنفس. احنا لازم نمشي من هنا بسرعه يا يحيى. لا مش هنمشي. ليه؟ يا اسراء، انت اللي بتنتمي لكل الممالك، يعني انت اللي لازم تصلحي كل اللي حصل. اسراء، انت دلوقتي المسؤولة عن الممالك، تحكمي على دكتورة هالة وبنتها ملك بايه؟ ملك، انت للاسف ما تنتميش لاي مملكه من الممالك، عشان كده لازم تروحي عالم الولا حاجه. بس ما تخافيش، هما طيبين هناك قوي. اما انت يا دكتوره هاله فانت لازم تتعاقبي عشان موتي مامتي، وعقابك هيكون ان هما هيسحبوا منك كل القدرات بتاعتك. زي ما انتوا عارفين ان انا بحب اخد كل قراراتي بنفسي وما بحبش اي حد يقول لي اعمل ايه ولا ما اعملش ايه. عشان كده طلبت منكم تختاروا لي شقتي الجديده في دبي. المهم ان انا كنت محتاره ما بين 3 اختيارات: شقه رقم 1 التي تمتاز بالمطبخ الفظيع، شقه رقم 2 اللي تمتاز بالاطلاله الخطيره، وشقه رقم 3 كانت عجباني عشان مطله على دبي فريم وانا بحبه قوي. خمنوا كده معايا، انتوا كتبتوا كام كومنت؟ 76,000 كومنت. انتوا متخيلين الرقم؟ والحمد لله ان انتوا ما صعبتوش عليا الاختيار. 90% منكم تقريبا اختار نفس الشقه، والشقه اللي انتوا اخترتوها هي شقه رقم 2. صباح الخير من شقتنا الجديده. سوري، مش هقدر اوريكم اكتر من كده من الشقه، عشان الشقه دلوقتي بتجهز عشان اخدكم في جوله في كل حته في الشقه واوريكم فرشتها ازاي وعملت ايه. الموضوع كان متعب قوي قوي، كان متعب قوي. فدلوقتي رسميا اقدر اقول لكم ان احنا بقى معانا مفتاح شقتنا الجديده في دبي.